أحمد الله جل ذكره، وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد استمعتم إلى الكلمات التي تفضل بها أخي فضيلة الدكتور جمال المراكبي حول الحدث الذي تم من بعض إخوانه خدمة لهذا الوطن ورغبة في الصلح بين أهل الإيمان وحفاظا على دماء المسلمين وحرصا على جمع كلمة الأمة ووحدتها لله وفي الله تبارك وتعالى. وكان ذلك في شهر كريم مبارك ألا وهو شهر رمضان. كان التحرك لله عز وجل، وكان الذي يحرك الركب الذي اجتمع مع نفر من تحالف دعم الشرعية ومع المجلس العسكري وقتئذ كان وراءه فضيلة الدكتور محمد حسان جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. والكلمات التي استمعتم إليها الآن من الدكتور جمال هي الحقيقة التي وقعت دون زيادة أو نقصان، وقد شاهدت وعاينت مراحلها. وأقول للذين يتهمون البعض بالكذب أو التزوير أو الخيانة: لقد أسأتم الظن بإخوانكم وافتريتم عليهم، وستسألون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل عما قلتم. لأن العبد عندما يقول كلمة دون أن يعرفها أو أن يسمع قائلها أو لم يتبينها، أمره كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان التحرك لله تبارك وتعالى، ومن أجل الحفاظ على أبناء هذه الأمة وعلى وطن هذه الأمة وعلى جيش وشعب وشرطة هذه الأمة، لأن الجميع يجب أن يعيش تحت مظلة واحدة في بلد واحد يرفرف عليه الأمن والسلام. كنا نود ونحن نتحرك أن تجلس كل الأطراف كما ذكر الدكتور جمال للتفاوض والوصول إلى حل سلمي. وفي الحقيقة كما سمعتم وجدنا من المجلس العسكري ترحيبا بهذه المقترحات، ثم وجدنا أطرافا أخرى تتنكر لذلك ولا ترغب فيه. وربما أقول اليوم إن أمتنا تعاني الكثير جراء هذه الويلات، ويجب علينا وبعد هذا البيان أو تلكم الكلمة أن نراجع أنفسنا، وأن نتدارك مواقفنا، وأن نتنازل عن الشخصنة التي يعيشها البعض أو الأنانية التي تتحكم في تصرفات البعض. يجب أن ننظر لله تبارك وتعالى وفي مصلحة هذه الأمة، في مصلحة هذا الوطن. نحن بحاجة اليوم إلى أن نتكاتف وإلى أن نتعاون وإلى أن نضع أيدينا في أيدي بعض لكي نبني أمة تعبد الله تبارك وتعالى وتوحده وتعيش في أمن وسلام ورقي وتقدم، ولا يكون ذلك إلا في ظل وحدة واحدة وتعاون وتناصر وتكاتف. وهذا يكون كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يجمع كلمة الأمة على كلمة سواء، وأن يعلي دينه ويعز أولياءه وينصرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك